هو عادي ان احنا نعيط على حد مات ولا حرام؟ انا بقى جاي اقول لك بنص سيدنا النبي، بس قبل ما اقول لك هتصلي على حبيبنا وشفيعنا المصطفى في الكومنتات، ولازم تعمل لايك للفيديو ده علشان كل واحد هيشوفه بسببك هتاخد الاجر والثواب وتدل على الخير كفاعله. لما انت تعيط على حد مات فده عادي جدا، لان دي بتكون دموع حب وفراق، لان النبي صلى الله عليه وسلم عيط على ابنه ابراهيم لما مات، وساعتها النبي صلى الله عليه وسلم قال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول الا ما يرضي الله. لكن الحرام اصلا ما ينفعش ان احنا نلطم على حد مات ولا نشق هدومنا. خليك عارف ان انت لو عملت كده انت ما بتفتش الميت بحاجه، بالعكس انت بتشيل سيئات وذنوب كتير جدا على الفاضي. اكتر ذنب ممكن تشيله في اللحظه دي وتزعل ربنا منك وانت مش واخد بالك، زي مثلا: ليه يا رب خدته؟ ليه ده كان صغير؟ يا رب انا ما لحقتش اشبع منه. الكلام ده بيزعل ربنا جامد جدا، وساعتها النبي قال: مش مننا اللي يلطم الخدود ويشق الهدوم ويعيط عياط الجاهليه. وعايز اقول لك ان السويت مش بس حرام، ده بيضر الميت، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال: الميت يتعذب ببكاء اهله عليه. احسن حاجه ان انت تعملها للميت ان انت تدعي له من قلبك وتطلع له صدقه جاريه. السويت ولا هيرجعه ولا هيفيده. اما بقى لو انت وصلت لحد هنا ما تنساش تصلي على حبيبنا وشفيعنا المصطفى في الكومنتات.